السلام عليكم، أهلًا وسهلًا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا طريقة عمل الفطير الفلاحي بكل أسراره. هتعرفي معايا كل أسرار الفطير اللي هيطلّع معاكِ فطيرة ناجحة وطرية وجميلة ومورقة زي ما هتشوفي معايا كده في الفيديو. هتاخدي شوية فطير زي العسل، مش هتصدقي نفسِك إن أنتِ اللي عاملاه. واحدة واحدة معايا في الخطوات ونشوف مع بعض. أول حاجة معايا 2 كيلو دقيق، ومعايا نُص كوباية مَيّة كبيرة هننزل عليها ب6 معالق سكر، يعني لكل كيلو 3 معالق هرميين، وهانزل على المَيّة دي بمعلقتين خل، يعني لكل كيلو معلقة خل، وطبعًا ما ننساش المَيّة دي معايا باردة من الحنفية، المَيّة دي مش سخنة خالص علشان إحنا في الصيف، لو في الشتا هتبقى دافية. ونزلت على الدقيق بمعلقة صغيرة ملح، يعني لكل كيلو دقيق واخد معايا نُص معلقة صغيرة ملح، تمام كده؟ وكده هننزل على الدقيق بالمَيّة بالتدريج. ونلف كده أول ما يشرب معانا الكمية اللي إحنا حطيناها نحط تاني، أهم حاجة ما ننزلش بكمية المَيّة كلها مرة واحدة. كمية المَيّة اللي معايا هي 6 كوبايات كبار، اللي هي الكوباية الكبيرة بتاعة العصير، بس طبعًا كل دقيقة على حسب ما بيشرب السوائل، تمام؟ وإحنا بننزل بالمَيّة على حسب الدقيق ما هيشرب معانا، وعلى حسب القوام اللي إحنا عايزين نوصل له، اللي هي عجينة طرية بتلزق في الإيد، لازم تكون بتلزق في الإيد، علشان يطلع معايا الفطير طري وما يحتاجش إن إحنا حتى نغطيه بعد ما يخرج من الفرن. أنتِ بتاخدي فطيرة مورقة وطرية زي العسل. أهم حاجة إني أعجن العجينة كويس أوي، وأخدمها كويس أوي في العجن، وأوصل بالعجينة دي إن هي تكون بتلزق في إيدي، لازم تكون بتلزق في إيدي، تمام؟ يعني ما تسمعيش اللي تقول لِك خلّيها عجينة متماسكة وناشفة، لأ كده هتاخدي فطيرة ناشفة. طول ما العجينة معاكِ طرية ومخدومة كويس أوي في العجن، هتاخدي أحلى فطيرة، زي ما هتشوفي معايا كده. كده كنا خدمناها كويس أوي في العجن، ولازم ندّيها التطرية دي في الآخر علشان نوصل بالعجينة زي ما أنتِ شايفاها كده طرية معاكِ، لازم تكون طرية معاكِ، عشان تاخدي فطيرة خارجة من الفرن ما تحتاجش إن أنتِ تغطّيها أو تنشف منِّك وتهدّر، لأ إحنا مش بنطلّع فطيرة يعني تبقى ناشفة كده ومش كويسة. بنحط لكل كيلو معلقة زيت، أنا مش باقدّر المعلقة دي، مش باجيب معلقة، بإيدي كده، باحط شوية وشوية، الشوية دول بمقدار معلقة كبيرة، زي ما هتشوفي القوام معايا كده أول ما باوصل له، أول ما هنوصل للقوام العجن اللي حضرتِك شايفاه ده، بننزل بالمعلقتين اللي أنا قُلت لِك عليهم، آدي معلقة وآدي التانية، وبننعّم بيهم العجينة، تبقى معاكِ عجينة ولا كلمة ولا غلطة، زي ما حضرتِك شايفة كده. كده كانت العجينة خلصت معايا ودي آخر حاجة. أنا وريتِك كل خطوات العجن وما شِلتش أي حاجة في المونتاج، علشان توصلي بالعجينة زي اللي أنا عجنتها بالضبط. ده القوام اللي عايزاكِ توصلي له، عجينة طرية إلى حدٍ ما يعني، مش طرية أوي ومش ماسكة أوي، كده معانا عجينة متماسكة بس مش متماسكة أوي، بتلزق في إيدي كده زي ما حضرتِك شايفاها. وكده أنا كنت هاغطّي وشّها بشوية زيت قبل ما أغطّيها. شايفة القوام معايا؟ وكده هنحط نقطة زيت في الطبق علشان نحط عليها العجينة، بس كده حطينا نقطة زيت في أرضية الطبق ونقطة زيت على الوش وهنركنها مش أقل من ربع ساعة. أهم حاجة يا جماعة الراحة، الراحة للعجين، وأول ما العجين يرتاح معايا ربع ساعة
هامسكه كده أقطّعه، على حسب بقى ما حضرتِك عايزاها، فطيرة كبيرة أو صغيّرة، ده بيرجع على حسب الصينية اللي عندِك ومقاسها. أنا عندي الصينية بتاعتي مقاس يعني نقول 36، هاقطّع ال2 كيلو على 4 فطيرات، زي ما حضرتِك شايفة كده، شايفة قوام العجينة عامل إيه معايا، وكده بعد ما هاقطّعهم هاركنهم يرتاحوا ربع ساعة، مش أقل من ربع ساعة قبل ما أفرد. وكده بعد ما قطّعناهم هندهن وشّهم نقطة سمنة كده على الوش لكل فطيرة علشان وشّها ما ينشفش، لكل فطيرة نقطة سمنة كده على الوش، مش كتير يعني حاجة بسيطة، وهنركنها الربع ساعة اللي إحنا قُلنا عليها، تمام كده، وكده على ما ترتاح الربع ساعة هنجهّز السمنة بتاعتنا، دي كوباية زبدة ودي كوباية سمنة روابي، تمام، أنا باعملها بسمنة وزبدة وزيت وكوباية زيت. طبعًا الكمية دي كتير، بس أنا باحب يعني يبقى معايا السمنة كتير، أنا هيفيض معايا في الآخر كوباية سمنة، دي هتشوفيها في الآخر، والزبدة اللي أنا مستخدماها، مستخدمة زبدة فرن، والزيت زيت نضيف، يكون أهم حاجة زيت نضيف ما يكونش ليه ريحة، علشان ما يبقاش معانا فيه طعم مش كويس في الفطير، أهم حاجة السمنة، وطريقة الفرد معانا سهلة وبسيطة جدًا، جدًا. هتاخديه من جوّه لبرّه، من جوّه لبرّه. طبعًا إحنا بنقلب الصينية كده على ضهرها علشان يكون معاكِ الفرد سهل وبسيط جدًا، 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 فوق ما تتخيّلي. بتمشّي إيدِك بس كده بكل بساطة، وتاخدي كده تحطّي إيدِك تحت الفطيرة وتشدّي لبرّه، تاخ تاخدي كده من جوّه لبرّه، وهتفرد معاكِ وتورّق وتبقى زي الفل. زي ما أنتِ شايفة كده الطريقة سهلة وبسيطة، وفي أقل من ساعة بتكوني عاملة أحلى فطير. زي ما هتشوفي معايا كده الطريقة سهلة وبسيطة، وأهم حاجة نحافظ على قلب الفطيرة ما يتخرمش معانا، أهم حاجة الوسط، الوسط معانا ممكن تتقطع من برّه ما يجراش حاجة من الأطراف، لكن أهم حاجة تحافظي على قلبها علشان تورّق معاكِ، تدهني دهنة بسيطة كده عشان العجين ما يروحش لبعضه تاني، ما بين كل طبقة والتانية تحطي دهنة سمنة، زي ما أنتِ شايفة معايا كده الطريقة سهلة وبسيطة جدًا، جدًا، تعملي أحلى فطير في الدنيا. تيجي جايبة الطرف التاني عليها، بس قبل طبعًا ما نجيبه على بعضيه نكون ورّقنا بسمنة، زي ما حضرتِك شايفة معايا كده، طريقة سهلة وبسيطة جدًا. هندهن بقى سمنة آخر حاجة، وهنطبّقها بقى كده على بعضها، زي ما هتشوفي معايا كده بالضبط، وهتاخدي أحلى فطير فلاحي. كده قفّلناها كويس أوي من تحت، وهنحطها في الصينية اللي إحنا هنطيّبها فيها، وطبعًا مش بندهن الصينية اللي إحنا هنطيّب فيها سمنة ولا أي حاجة، هي الفطيرة فيها السمنة بتاعتها. اللي هي دي، وهنركنها برضه ربع ساعة، لازم ترتاح معايا ربع ساعة علشان تتفرد معايا بسهولة، لو ما ارتاحتش عمرها ما هتتفرد معاكِ، لازم ترتاح ربع ساعة وتحطي على وشها دهنة سمنة كده زي ما شُفتيني، ونغطيها بحاجة لحد ما نفرد باقي الكمية، كده هنحط دهنة سمنة كده على الصينية نفرد عليها، نحط الفطيرة بتاعتنا ونبدأ إن إحنا ندوّرها كده الأول قبل ما نفردها، علشان تكون متدوّرة معايا وأنا بافردها. هنحط كده شوية السمنة في نُص الفطيرة، وندوس كده بصوابعنا من وسط الفطيرة كده لبرّه، من وسط الفطيرة كده للأطراف اللي برّه دي أهم حاجة
نرقق الأطراف اللي برّه كويس أوي، زي ما أنتِ شايفة كده قدّامِك أنا بارقق من الأطراف، أهم حاجة الأطراف، لإن أنا بارجع آخد الفطيرة أورّقها باحط إيدي تحتها واشدها لبرّه هي كده بترق معايا من القلب، لكن أنا ترقيقي دلوقتي للأطراف أهم حاجة، أنا كده هارققها من القلب، أنا لمّا باسحب السحبة دي كده بترق معايا من القلب، تمام؟ أنا لازم في الوقت ده أكون خلّصت إن أنا رقّيت الأطراف ورقّقتها، زي ما أنتِ شايفة كده قدّامِك هي رقِّت كده من القلب وورّقت وبقت زي الفل، طريقة سهلة وبسيطة جدًا وأي حد مبتدئ يقدر يعملها، ركّزي معايا بس كده في الخطوات وأنتِ هتلاقيها سهلة جدًا، هي كده أنا رقّقتها من الأطراف وكده رقِّت معايا من القلب، هندهنها الدهنة الكويسة بتاعتنا ونيجي مطبّقينها، زي ما حضرتِك شايفة كده، كده كُنّا دهناها وهنطبّقها. لو الحرف بتاعها اتقطع منه حاجة ما يفرقش معاكِ خالص، أهم حاجة قلب الفطيرة، أهم حاجة قلب الفطيرة، ما يتقطعش منِّك، باتأكد من الأطراف كلّها إن هي رقيقة وبعد كده باروح إيه، مطبّقة على طول، ما بين كل طبقة وطبقة ما ننساش دهنة السمنة، علشان ده عجين ممكن يروح لبعضه تاني، فدهنة السمنة دي هي اللي بتفرق معانا في التوريق، وأهم حاجة يا جماعة نوعية السمنة اللي حضرتِك هتشتغلي بيها، لو سمنة بلدي كمان هتفرق معاكِ جدًا. لكن طبعًا يُستحسن إن إحنا نخلط ما بين السمنة والزبدة والزيت، هتاخدي أحلى فطيرة، وكده كنا خلّصناها وطبّقناها وهنحطها في الصينية اللي هنطيّبها فيها، كده كنا جبنا واحدة غيرها، هنورّقها بنفس الطريقة، كده دي الفطيرة التالتة معانا، هنورّقها بنفس الطريقة اللي إحنا ورّقنا بيها الاتنين الأولانيين، بناخد من جوّه لبرّه، طريقة سهلة وبسيطة جدًا، ركّزي معايا بس وأنتِ هتعملي أحسن منها كمان، بعد ما بنفردها كده بنيجي بقى مورّقين القلب بتاعها. تحطي إيدِك تحت الفطيرة وتسحبي لبرّه، تحت الفطيرة وتسحبي لبرّه، سهلة جدًا، وما تخافيش جدًا إيديكِ مش هتعدّي في العجين ولا حاجة لأ، هتحطي في إيدِك كده وتسحبي لبرّه وما تقلقيش خالص، وهتطبّقي كده على طول زي ما حضرتِك شايفة. أنا حبيت بس أورّيكِ ال4 كلّهم عشان تشوفي معايا طريقة التوريق، سهلة وبسيطة جدًا، وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. وكده كنا خلاص خلّصناها، هنقفّلها كويس أوي من تحت، ونحطها بردًا في الصينية اللي إحنا هنطيّب فيها. ما بندهنش الصينية أي حاجة، ودي كانت آخر واحدة معانا، نفس الكلام هنحط السمنة في القلب كده وناخد من جوّه لبرّه، طريقة سهلة وبسيطة جدًا، وممكن تشتغليها وأنتِ قاعدة عادي، بس أنا علشان الكاميرا فضّلت إني أكون واقفة.
هو الموضوع مش بيحتاج مجهود ولا حاجة خالص، ده إحنا لو قُلنا كده هنعمل فطير، فالموضوع مش بيكمّل ساعة يعني، علشان بس وقت التخمير وكده، لكن هو ك كرقّها وتجهيزها لأ، مش بياخد وقت خالص، زي ما حضرتِك شايفة كده، الموضوع سهل وبسيط. كده هندّيها الدهنة الأخيرة علشان نطبّقها، كده هنطبّقها بنفس الشكل اللي طبّقنا بيه الأولانيين اللي كانوا معانا. بنتأكد طبعًا من ترقيق الأطراف، ما نخلّيش حاجة تخينة معانا ولا حاجة عشان ما تبقاش فيها حتّة رقيقة وحتّة تخينة، فأنا لازم أخلّيها كلّها سِوَى واحد. تمام كده كُنّا خلّصناها وهنطبّقها. أهم حاجة الضغطة دي اللي بنضغطها دي علشان ما تفُكِّش منِّك تاني الفطيرة. وكده كُنّا خلاص خلصناها وهنطيّب أول فطيرة، كانت ارتاحت معايا وشايفة أول ما بترتاح بتلاقيها بتجري تحت إيدِك زي المَيّة. طريقة الفرد سهلة جدًا، جدًا، جدًا. زي ما حضرتِك شايفة كده بتبقى معايا الفطيرة لا هي رقيقة أوي ولا الوسط، علشان لو رققتيها أوي هتبقى معاكِ ناشفة، لكن أنا مش باعملها يعني رقيقة أوي لأ، بتبقى وسط كده، بتاخدي طريقة الفرد من جوّه لبرّه برضه، بتحطّي إيدِك في نُص الفطيرة وتطلعي كده على الأطراف، تدوسي كده بالراحة جدًا، بتلاقيها اتفردت معاكِ وزي الفل. لو لقيتِ معاكِ آآ بالونة كده اتنفخت منِّك ما تسيبيهاش، قرصيها كده هتلاقيها فضِّت الهوا اللي فيها. تمام، عشان دي بتتحرق منِّك في الفرن، وكده هتحطّيها على نار أعلى من المتوسط من تحت، ومن فوق يعني إيه هادية، لحد ما معايا من تحت تستوي، وبعد كده هانقلها على الشبكة اللي فوق، بس لمّا تستوي معايا من تحت الأول، وكده كانت استوت معايا، بس هاقسى عليها شوية، كده كانت استوت معايا وخرّجتها، كده هنجهّز الفطيرة التانية معانا، هنفرد الفطيرة التانية زي ما حضرتِك شايفة كده، بنحط إيدينا أول حاجة في القلب وبنطلع لبرّه، وبنساويها كده لحد ما تبقى معايا سمك الفطيرة متوسط، ما نرققهاش أهم حاجة في الصينية عشان ما تنشفش معانا، وتكون فطيرة ناشفة، وكده كانت اتفردت معايا وهندخلها الفرن. دي الفطيرة اللي طلعناها، طبعًا ابني كان رايح الدرس فما قدرش يستنى، شايفة الفطير بتاعنا مورق إزاي، زي العسل، طبعًا كانت سخنة جدًا هي لسه خارجة أصلًا من الفرن، فهو كان خارج بقى فقال لي: "يا ماما عايز أتغدى قبل ما أطلع." فقُلت له: "تمام يعني ما جراش حاجة." فكده بنشوف الفطيرة من تحت استوت بالشوكة كده بترفعي حرفها بتلاقيها استوت، أول ما تستوي من تحت بنيجي رافعينها على الشبكة على طول، طبعًا بندهن وشّها زبدة أو سمنة علشان تاخدي اللون الدهبي اللي حضرتِك شايفاه ده، لازمًا تلمّعي وشّها الأول قبل ما تطلّعيها على الشبكة، كده بنشوفها كده استوت معانا وخدت اللون اللي إحنا عايزينه، كده سواها كده متحمية من تحت ومن فوق، كده هنخرّجها عشان نحط
علشان نحط الفطيرة التالتة معانا، وأنا باطيب الفطير كله في صينية واحدة، علشان باحب الفطير بتاعي يكون حجمه واحد. طبعًا بنحط الأول شوية سمنة على الوش قبل ما نفرد، عشان تتفرد معاكِ بسهولة، وأول ما بتحطي الفطيرة الصينية بتبرد لوحدها أوتوماتيك كده. هنفردها الفردة الوسط بتاعتنا، اللي هي مش هنرققها أوي عشان ما تنشفش مننا زي ما قُلنا، الفردة الوسط بتاعتنا. تمام كده، نفردها بنفس الشكل، وكده كانت اتفردت معانا وهندخلها الفرن. وبعد ما تستوي معانا من تحت نيجي دهنين وشها سمنة علشان ناخد اللون الدهبي الجميل، ما ننساش الخطوة دي. وبعد كده نرفعها على الشبكة اللي فوق، ده بعد ما بتستوي معايا من تحت، بتلاقيها كده متحنية من تحت ومن فوق زي ما هاوريكِ كده، طعم وشكل ولون. ودي الفطيرة الرابعة معانا، فردناها بنفس الطريقة، كده جاهزة معايا على دخول الفرن. وكده دخلناها الفرن، وبعد ما تستوي معانا من تحت هندهن وشها الزبدة. وكده فاضت معانا كوباية سمنة من ال3 كوبايات اللي إحنا حطيناهم في أول الفيديو. تمام كده، يبقى كده ال2 كيلو الدقيق ما خدوش معانا غير كوبايتين كبار سمنة من أكبر نوع. وكده كنا خلصنا، ويا ريت لو لسه مكملة معايا لدلوقتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش بقى تحطي لايك جميل كده للفيديو وتعليق حلو منك. والسلام عليكم ورحمة الله.